آلام أسفل الظهر عند الحامل، وبيبدأ في النص التاني من الحمل بسبب نمو الجنين وزيادة حجم، وبيزيد كمان خصوصا أثناء النوم، وده بسبب زيادة تدفق الدم في منطقة الحوض والظهر. بتشعري بالآلام دي في آخر 3 أشهر من الحمل، وممكن لبعد الولادة كمان بتقعدي 6 شهور ظهرك تعبان. وكمان من أسبابه زيادة الوزن والتغيرات الهرمونية اللي بتسبب ارتخاء الأربطة وفصل عضلات البطن المستقيمة، ده غير الضغط العصبي. تعالي بقى لما أقولك على طرق الوقاية. حافظي على وزنك يا بنتي، ولما نامي على فرشة كده تكون ماسكة نفسها، وما تنسيش وانتي نايمة حطي مخدة تحت ركبك عشان ظهرك يستريح، والعبي رياضة تقوي عضلات ظهرك. وخلي بالك يا بنتي من طريقة قعدتك، يعني اما تقعدي تحطي مخدة طرية من تحتيكي كده عشان ما تحسيش بألم.